السلام عليكم. اليوم أنا بتكلم عن المرور في أشياء أكثر أهمية أو يمكن مهمة نفس اللي ذكرتها أمس. أول نقطة بخصوص المخالفات الغيابية اللي يسجلها المرور عليك وأنت ما تدري. ما مدى صحة هذه المخالفات اللي تتسجل عليك؟ يعني مثلا واحد من ربعي كلمني أمس وقال لي إنه معطينا مخالفة عند شارع الشيراتون، وهو يقول لي أنا في ذي اليوم ما طلعت ولا تحركت سيارة من البيت. طبعا جل من لا يسهو، وخلنا نفترض ان المرور سجل رقم غلط، لكن لو كانوا يطرشون رسائل نصية حق صاحب الشأن بهالمخالفة بيقدر يعترض. اما سالفة انه بيسجلها علينا وعقب احنا نتفاجأ بهالمخالفات وان رحنا اعترضنا عليكم بتقولون خلت في السيستم ما نقدر نسوي لكم شيء، هذه مو منطق. طريقة انه تتصيدون عليهم كاميرات بالفلاش، مخالفات غيابية واشياء ثانية. وين الردع في الموضوع اذا هم ما كانوا يدرون انهم ما يسوون غلط من الاساس؟ بخصوص الشرذمة القليلون اللي لوعوا كبدنا ويقولون لا تخالف ما بيعطونك مخالفة ولا تخالف ما بيعطونك مخالفة. الحين برد عليكم. جلالة الملك ربي حافظه يوم نزل قانون المرور الجديد ذكر فيه الناس اللي انت الظاهر مو فاهمين عادل. قبل لا ادش في المادة بفهمكم شنو معناته 30%. لنفترض ان سرعة الشارع 80 في 30 2400 على 124. 80 زائد 24 104. ال 104 هي 30%. خلوني الحين بقرا لكم النص في اللائحة. تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 30%. فهمتكم أنا شنو 30%؟ وكلمة بما لا يزيد يعني معناتها من 80 ل 104. لكن يجب التركيز على أن هناك حد أقصى وحد أدنى، والحد الأقصى هو 100 ل 104، والمفروض واحد أقل من 100 ما يتخالف. إدارة المرور قالت إن 1% فوق السرعة تعتبر مخالفة. أنا طالب المشرع والمجلس التشريعي بتفسير هذه المادة وصحة 1%. وسالفة إن حين حسب نص المادة إن في بما لا يزيد وبما لا يقل، معطيني مخالفة تجاوز الحد الأقصى بمقدار. من وين يكتب بمقدار؟ وبخصوص نقطة العمر الافتراضي حسب ما اقترحته إدارة العامة للمرور، أولا لو الشعب البحريني أصلا من الأساس عنده ياخذ سيارة بياخذ سيارة بدون ما ينتظر العمر الافتراضي ولا يلته روحه ويا تصليح سيارته. ثانيا الحين الشخص يروح حق فحص السيارة علشان صبغ في السيارة صوب البامبر، يروح يقول له ما نطوف سيارتك عشان صبغ، ايش بيأثر في السيارة تمشيها الحين؟ ثالثا الدول المتقدمة اللي تستخدم اسلوب العمر الافتراضي تضع بدائل للسائقين باستخدام هذا النظام. بما ان إدارة المرور تاخذ بأساليب الدول المتقدمة، ليش ما تاخذ بنظام الدول الأوروبية اللي تعطيك مخالفاتك على حسب معاشك؟ يعني ما يصير واحد معاشه 1000 2000 3000 يتخالف بنفس قيمة الشخص معاشه 200 300 400 دينار، لأن اللي معاشه مرتفع ما بتفرق عنده هاي ال 100 200 300 دينار اللي بيدفعها، لكن الشخص الثاني بيعور قلبه ما عنده أصلا يدفعها. وشيء وايد 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 مهم حق اللي يشوفوني وخبروا غيركم عنها، ان اذا وصلتوا 20 نقطة ان ما ينسحب ليسانكم الا بحكم من نيابة المرور. اما اذا وصلت 20 نقطة ما ينسحب كذي، يعني لازم حكم. واهم نقطة اتمنى ورجاء التام من إدارة المرور ان يحطون الاشارات الرقمية اللي الكل يطال فيها، لأن صدق بتحل أزمة البريكات والحوادث اللي تصير بسبة الإشارة اللي ما ينعرف أصلا متى تصير صفراء متى تصير حمراء. نقطة وايد مهمة وبوضحها لكم، إن إذا رحتوا تدفعون مخالفاتكم يقولون لكم المرور إن أنتم عندكم مخالفات بنص القيمة، ويقولون لكم إذا دفعتوها اليوم تصير نص القيمة. هي أصلا المخالفات الغيابية هي بنص القيمة من الأساس أصلا، مو بهم يسوي لكم تخفيض. وأنا وضحت النقاط السلبية حق المرور، وأتمنى من المرور التعاون وتعديل هذه الأشياء. والسلام عليكم.